أنا أساير الأستاذ عبد القادر العربي فيما طرح، وأقول: لماذا يحجم نخبنا، كتابنا، روائيون، شعراؤنا، لماذا يحجمون عن إصدار مثلا جريدة أدبية ثقافية؟ لماذا السوق الجزائرية تنعدم فيها مثل هذه العناوين التي يجتمع فيها الناقد والمسرحي والكاتب والمبدع السينمائي وما إلى ذلك؟ والله سؤال كنت أريد أن يطرح، وكنت أريد أن يطرح دائما وأبدا في جميع وسائل الإعلام في البرامج الثقافية. أقصد تعقيب صغير أو إضافة صغيرة على مسألة النقد في الجزائر. لي عبارة أقولها، هي أن الكتابة في الجزائر تقفز والنقد يحبو. يعني الكتابة سريعة جدا، نعم، مقارنة مع النقد، وهذا مشكلة نقد وليس مشكلة كتابة. لا يمكننا أن نمنع أحدا من الكتابة. ربما يمكننا إصدار دفاتر شروط تصدرها وزارة الثقافة بخصوص مع دور نشر وتضبيطهم في مسألة النشر، يعني محددات معينة إلى آخره، لكن لا يمكننا أن نمنع أحدا أن يمسك ورقة أو هاتفه ويكتب. موقع الفيسبوك يقول لك إنه مجاني وسيبقى مجانيا طيلة يعني ربما إلى يوم القيامة. والمنصات كثيرة، المنصات الكتابية كثيرة. الكتابة لا يمكن لأحد أن يمنعها، لكن النقد هو الذي يجب عليه أن يقوم بواجبه تجاه الكتابة، حتى يعني كما وصفها الأستاذ عبد القادر يشكل الذائقة الأدبية للجزائريين. النقد في الجزائر كان له مدرسة رائعة جدا في الستينات والسبعينات والثمانينات إلى مطلع التسعينات، حين تخرب تقريبا كل شيء وخرب الثقافة الجزائرية والشخصية الثقافية الجزائرية. وهذا ما يجعلني يعني أتكلم عن مسألة المجلات. المجلات وضعت للنقد، بمعنى النقد الموسع، بمعنى أن الشاب أو الكاتب الشاب أو الصغير المبتدئ الذي في بداية طريقه يبتدئ بنشر نصوصه الصغيرة في المجلات وليس في الكتب. يعني لا يصدر كتابا في بدايته، ولكن ينشر قصص قصيرة، نصوص صغيرة معينة تنشر في المجلات ويطلع عليها النقاد ورؤساء التحرير واللجان التي يعني تشرف على هذه المجلات، لكي يتابع ذلك الكاتب الشاب ويختار منهم من له نفس وله مقدرة على متابعة الطريق ويحتاج بعض الدعم المعنوي والثقافي فيتطور. وكثير من الكتاب الجزائريين وغير الجزائريين نشأوا عن طريق المجلات. الجيل القديم، يعني مثلا جيلك أستاذ، أنت تتذكر كثير من المجلات. أتابع مجلة الدوحة التي أصبحت الإلكترونية، وهي إحدى المجلات العربية العريقة. مجلة العربي، مجلة الإمارات، مجلة في الجزائر كانت مجلة أمل ومجلة ثقافة، عدة مجلات، فضلا ومجلة الشاعر، فضلا عن المجلات التي كانت تصدرها جمعية العلماء المسلمين وفيها مجلات أدبية. كلها توقفت تقريبا في بداية التسعينات إلى يومنا هذا. يعني نحن فقراء مجلات منذ 3 عقود. المجلة هي هذا عيب من؟ أليس هذا عيب النخبة المثقفة؟ أظن أن المجلة تحتاج إلى يعني استمرارية مادية حتى تصدر، لأنها يجب أن تعطى رواتب معينة للقائمين عليها، تعطى مكافآت مالية للكتاب الذين يكتبون مقالات كبيرة وتحليلات ونصوص يعني مستمرة، يعني إذا كانت مجلة شهرية أو نصف شهرية أو غيرها، يعني تحتاج إلى استقرار مادي. هذا الاستقرار كان أولى به أن يوجد على مستوى يعني الهيئة الكبرى للثقافة، وهي وزارة الثقافة والفنون. وزارة الثقافة والفنون أصدرت في السنوات القليلة الماضية مجلة نزيحات، وكان يؤمل منها أن تكون مجلة جامعة للجزائريين، للكتاب، للنقاد، للشباب، وكان يصاحبها كتاب رائع جدا، وصدرت تقريبا في 6 أعداد أنا قرأتها جميعا مع الكتب التي صدرت معها. أتذكر كتاب عن الشاعر محمد ديب رائع جدا، شارك فيه ثلة من الأدباء والنقاد والعارفين بمحمد ديب، كذلك كتاب عن عبد الحميد بن هدوغة رحمه الله. فكانت يعني أمل رائع جدا، وتحدث عنها توقفت. لماذا؟ لا أدري، يعني هذا يجيب عنه الذين كانوا في تلك المرحلة، يعني قبل 2 سنين. صدرت بطبعة قشيبة ورائعة وحلة جميلة. ليس لدينا أي مجلة في الجزائر حاليا ما عدا مجلة جزائرية
يصدرها كاتب جزائري بارز، لكن خارج الوطن تصدر في عاصمة ضباب في لندن، ويصدرها الأستاذ الذي أحييه بالمناسبة الأستاذ إزراج عمر، وهو ناقد ثقافي كبير وشاعر ومترجم، كان يكتب في الشروق ثقافي، في الشروق، وقبل ذلك في الشعب والمجاهد وغيرها من الجرائد القديمة. يعني ضخ كل تجربته الرائعة الثقافية في مجلة، لكنها لا تصلنا هذه، لا تصلنا بسببنا نحن وليس بسبب يعني أنها موجودة في بريطانيا، هي تصل إلى جميع العالم العربي بل إلى كل الدول. يعني حتى أني أنا يعني أجريت فيها يعني مقابلة صغيرة مع كاتب جزائري أمريكي ذو أصول جزائرية، هو الشاعر جلول مبروك، وهو أمريكي بحت لكنه ذو أصول جزائرية من منطقة بوسعادة. فوصلته المجلة لكنها لا تصل إلى هنا. أزراج عمر يحاول بقدر الاستطاعة أن تصل إلى الجزائر، أن يكون هناك فرع، وهي مجلة رائعة جدا تحتوي على كثير من الملفات، تصدر خلال 3 أشهر. لماذا لا تتمكن وزارة الثقافة بمؤسساتها العريقة والرائعة والمتعددة من إصدار مجلة والبقاء إبقاء هذه المجلة مستمرة؟ لأنها تنفع أو أقول هي شرط أساسي للأدب، شرط أساسي لمتابعة النصوص الجديدة، شرط أساسي وهي مصنع للكتاب الصغار. الكتاب الصغار إذا كنا نلومهم على التسرع في نشر كتب صغيرة عبر دور النشر وعبر دفع الأموال، فلماذا لا نوفر لهم مجلة تنشر لهم نصوص قصيرة تخضع للمراقبة من طرف لجان التحرير، وترسل إليهم يعني الملاحظات عبر آلية معينة. يعني إذا كنا نلوم هؤلاء الشباب ونحن منهم، يعني أنا بدأت بهذه الطريقة، كان يجب أن تتوفر لدينا عدة مجلات على الأقل محلية أو ولائية أو مثلا إلكترونية. لماذا ليست هناك مجلات إلكترونية يعني في الجزائر؟ يعني لا تستهلك كثير من المادة.